سؤال امتحان. سرعة الإلكترون ونصف قطر في ذرة الهيدروجين. بيقول لي في ذرة الهيدروجين إذا كانت النسبة بين نصف قطر، تعال نقول الفكرة وبعدين ناخد السؤال. عارفين طبعا لو أنا في ذرة الهيدروجين بيتكون موجات اسمها موجات موقوفة مصاحبة للإلكترون، وبتاخد الشكل ده. لو أنا عندي مثلا نقطة 2 3 4، لو الرسمة كده كل اتنين مع بعض، كل قطاعين من دول كده تمثل موجة، ادي لمدة وادي لمدة، يبقى انا كده في المدار التاني، يبقى ده المدار التاني. في قانون بقى بنحسب منه نصف القطر، بيقول ان في لمدة بتساوي 2 باي ار، ولو عايزين الار لوحدها في طرف يبقى هتساوي ان في لمدة على 2 باي. ولو احنا خلينا فوق، لو شلنا اللمدة ممكن نحطها بمعادلة دي براولي اللي هي اتش على ام اي في، يبقى ده القانون اللي احنا شغالين عليه. هو هنا بقى في المسألة بيجيب لي نصف القطر والسرعة، طبعا اتش ثابت، ام اي ثابت، الباي ثابت، الان الاثنين، يبقى الار والفي في ذرة الهيدروجين علاقة ايه؟ عكسية. نصف القطر والسرعة في ذرة الهيدروجين علاقة عكسية. فبيقول لي في ذرة الهيدروجين إذا كانت النسبة بين نصف قطر المدار الثاني إلى قطر النسبة بين قطر المدار الثاني إلى قطر المدار الثالث في النسب يا شباب، النسب بين أنصاف الأقطار زي النسب بين الأقطار. يعني إيه؟ أنا عندي مثلا لو دايرة زي دي كده قطرها 10 والقطر زاد للضعف، يعني بقى 20، هنا نسبة ده إلى ده هتبقى 1 إلى 2. طب لو جبنا نصف قطر هنا 5 وهي نصف قطر هنا 10، لو قسمنا ده على ده برضه هيدينا كام؟ 1 على 2. يبقى النسب بين أنصاف الأقطار هي النسب بين الأقطار. عشان كده ممكن أقرأ ديت إن هي نصف قطر، النسبة بين قطر الثاني إلى قطر الثالث كأني بقول R2 على R3 عادي، هتساوي كام؟ 4 على 9. وكانت سرعة الإلكترون في المدار الثاني هي V2. عايز سرعة الإلكترون في المدار الثالث. لسه قايلين إن الآر والفي علاقة عكسية، يعني R2 على R3 هتساوي V3 على V2. طب إحنا عايزين V2، هو كل الإجابات عايز V2. V2 تضرب ده في ده يبقى 9 V3 على 4، يبقى الإجابة 9 V3 على 4، يبقى الإجابة الصح هي رقم د. تمام؟